السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. هذا الفيديو ان شاء الله يلقاكم في احسن الاحوال. مرحبا بكم معايا في قناتكم وقناتي حلويات هند. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم دوازاتاي حليوه سهله مشوكه بالكوك، غادي تعجبكم بزاف، فنتمنى منكم انكم تجربوها وتعجبكم. قبل ما ندوزو المقادير كنبغي دائما نشكركم، شكرا لكم على التعاليق الزوينه اللي كتخليو ليا في الفيديوهات السابقه لهلا يخطيكم. كنرحب بالناس الجداد اللي التحقوا بالقناه، كنقول لكم مرحبا بكم معايا، وحتى الناس القدام اللي كانوا معايا منذ بدايه القناه لهلا يخطيكم. شكرا لكم على التشجيعات ديالكم. ندوزو مباشره للطريقه والمقادير، خليكم معايا وتابعوا الفيديو للاخر، راه غادي تعجبكم ان شاء الله. بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجو في هاد الدوازاتاي، مقادير اقتصاديين، وغادي تجينا واحد الحليوه اللي كتكون راقيه في الشكل وبنينه بزاف في المذاق. فغادي نحتاجو فيها كيلو ديال الدقيق اللي كتكون من نوعيه جيده، عندي جوج ديال الفاني وخميره ديال الحلويات، كاس ديال السكر سنيده، ونص كاس ديال السكر كلاصي، عندي نص كاس ديال النشا، كاس ديال الزيت، وكاس ديال الكوك نص محمر والنص عادي، 4 ديال البيضات، و250 غرام ديال الزبده، 4 ديال الزبده اللي من اصل حيواني، ممكن انكم ديروا المارغرين. عندي شويه ديال الملح كتحسن لينا الذوق وكتطلع لينا واحد المذاق اللي زوين في الحلوه، كتجي بنينه. بالنسبه للزبده كما قلت لكم ممكن انكم ديروا اي زبده، اي نوع ديال الزبده بغيتو، حتى ديال البواطه الا بغيتو. الا درتو الزبده من اصل حيواني فممكن انكم ديروا غير كاس ديال الزيت لانها ميدمه. ملي كديروا المارغرين فكديروا كاس ونص ديال الزيت لانها ناشفه. صافي هنايا خديت كاس ونص، كاس ديال السكر سنيده ونص كاس ديال السكر كلاصي. بالنسبه للسنيده كتعطيني واحد التقرميشه في الحليوه، وسكر كلاصي كيجيب لنا الحلوه هشيشه واخا مقرمشه، كتعضي فيها يعني كتجي فيها واحد المذاق زوين بزاف، يعني كتجي هشيشه. صافي خديت هنايا 4 ديال البيضات اللي كيكونوا من الحجم كبارين، وغادي نخلطو. درت السكر، درت الكوك، نص كاس ديال الكوك ونص كاس الاخر ديال الكوك اللي حمرته من قبل. هاد الكوك هذا كيعطي واحد المذاق زوين في الحلوه ملي كنحمروه. الا بغيتو تعوضوه بالفلو ممكن انكم ديروا الفلو، ولكن بالكوك كتجي بنينه بزاف. عندي كاس ديال الزيت وعندي النشا. دائما انا البنات في القريعه فاش كندير فيها النشا دائما كنعلم بشي وريقه بحال هكا، لان كيتغلط مع سكر كلاصي ولا كيتغلط مع كريم باتيسير. يعني دائما كندير انا دوك الوريقات ديال النشا باش ما كننساش. صافي ضفت هنايا الفاني كما كتشوفوا معايا، حتى الفاني خصنا نديرو جوج ديال الفاني باش كتعطينا ديك التحميره في الاخر. بالنسبه للخميره ديال الحلويات غنديرو غير وحيده من فئه 7 غرام. بالنسبه للدقيق هزات ليا كيلو ديال الدقيق، تقدر تهز لكم كيلو شي شويه ولا كيلو. انا هنايا هزات ليا كيلو ديال الدقيق. دائما على حسب النوعيه ديال الدقيق واش كيشرب ولا لا. صافي هنايا خديت العجين كما كتشوفوا معايا، قسمتها على جوج، سرحتها بين جوج ديال البلاستيكات. السمك ديالها كيكون ما غليظاش بزاف وما رقيقاش، يعني السمك عادي متوسط. صافي غادي نجيب واحد الفرشيطه وغادي نبقى ندير واحد الحفيرات بحال هكا، يعني بحال كنشنف هذيك العجينه باش كتجيني مشوكه. صافي ومن بعد غادي ندير واحد الطريقه زوينه بزاف، غادي نحك هذيك العجينه، غناخذ واحد الطريف ديال العجين وغادي نحكوها بالحكاكه اللي كتكون رقيقه. حاولوا انكم تحكوها بشي حكاكه اللي كتكون رقيقه نيشان باش ما تخرجش لكم الغلاضين والرقاق، حيت انا ما عنديش جهه واحده يعني فيها جوج ديال الجهات. صافي البنات كنحاول انني ندير الطابع كما كتشوفوا معايا، الطابع الشكل ديالو على شكل هلال ومسنن من الجنيبات، يعني كيجي واحد التشكيل ديالها زوينه بزاف على ودي دوك سنينات. داكشي علاش درت انايا الطابع. فاللي كيعرف يشد العبار بالكاس ممكن انكم ديروا حتى بالكاس الا بغيتوا. فانايا كما قلت لكم على ودي دوك السنينات اللي كيكونوا في الجنب، يعني كتجي هاد الحليوه هذه زوينه، كتساعد داك الطابع كيساعدها انها تجي زوينه من الجنيبات. كما قلت لكم انا دائما كنشد العبار بالطابع كيجيني اسهل، لان دائما كما كتعرفوا بالكاس فوحده كتجي مقاده وحده ما كتجيش مقاده، فبالطبع كيجيو كلهم مقياس واحد. صافي البنات دائما ملي كتسرحوا العجينه كتحاولوا انكم ديروها بالفرشيطه
وعاد كتعاودوا عليها ديك العجينه، كتعاودوا عليها بالحكاكه باش كتعطينا واحد الشكل في الاخر اللي زوين بزاف، كتجي بحال فيها اللوز واخا هي راه ما فيهاش اللوز نهائيا. صافي البنات كما كتشوفوا معايا يعني كنبقى بنفس الطريقه بحال هكا حتى كنكمل العجين كامل اللي عندي. يعني كنبقى دائما نحك فوق هذيك العجينه باش كتعطيني دوك النقيطات بحال هكاك كما قلت لكم، بحال راه فيها اللوز واخا هي راه ما فيهاش اللوز، باش كتجينا الشكل ديالها مختلف على هذوك الحليوات العاديين اللي كيكونوا مشوكين بحال هكا، فكتعطي واحد النقيطات زوينين بزاف بهذه الطريقه هكا ديال الحكاكه. صافي البنات كما كتشوفوا معايا يعني راه كنحاول انني دائما كنقطع وكنوريكم كنقول لكم هذوك النقيطات ما كيبانوش مزيان في التصوير، مباشره كتبان احسن. صافي كنبقى ندير بالشوكه بحال هكا كما شفتوا معايا، يعني بحال كندير البلاصه ديال دوك النقيطات فين كيطيحوا. صافي نكمل بنفس الطريقه حتى كنكمل العجين كامله اللي عندي. غادي نسخن الفران، غادي يكون سخون مزيان. ملي غادي ندخل الحليوه ديالي غادي نقاص العافيه باش كتدخل لها ديك التحميره لداخل في الحلوه وكتجينا مقرمشه واخا هي هشيشه، ولكن كتجي ديك الحليوه خصها تجي مقرمشه حتى من الداخل. وداك الكوك كيزيد يعطيه واحد المذاق زوين، يعني بحال راه فيها المذاق ديال اللوز واخا هي راه فيها غير الكوك محمر. صافي البنات هذا هو الشكل النهائي ديالها، كتجي زوينه بزاف وخصوصا الا قدمناها مع كويس ديال اتاي اللي كيكون منسم بالنعناع اللي كيكون ملقم. فهاد الحليوه هذه كتزيد تكون بنينه بزاف مع هاد الكويس ديال اتاي كما قلت لكم. فكنزيد نشجعكم باش تجربوها، والا جربتوها خليو لي التعاليق ديالكم كيفاش جاتكم. وحتى البنات اللي كيبغيو وصفات انني نشاركها معاهم فخليو لي في التعاليق كيفاش اشنو بغيتوا الوصفات اللي كتبغيو نتوما، فنحاول انني نلبي البنات كلهم الرغبات ديالهم. فحاولوا انكم تخليو لي في التعاليق الوصفات اللي كيعجبوكم باش نشاركها معكم، باش نشاركهم معكم ان شاء الله، باش تبقاو دائما تتبعوني. ولهنا الفيديو وصل النهايه ديالو. الى عجبكم لا فيديو ديال اليوم ما تنسوش تبارطاجيوه مع الاهل ديالكم والاحباب باش كتعم الفائده، وكتزيدوا تشجعوني حتى انايا باش نبقى نصور معكم فيديوهات اللي كتبغيو نتوما. ونتلاقاو في فيديو جديد، خليكم مع الصور.